لمدة سنة بحالها. خطيبي كان بيشاركني تفاصيل فرحنا حتة حتة. أبويا كان خلاص دفع دم قلبه في كل حاجة، القاعة والورد والفستان والبوفيه اللي كان عامله ل120 شخص. الدعوات اتوزعت وقرايبنا اللي في المحافظات حجزوا تذاكرهم عشان يجوا، وأمي عيطت من الفرحة وهي بتشوفني بالفستان الأبيض في آخر بروفة ليا. لحد ما جه اليوم الأسود، الدكتور نطق الكلمة اللي قسمت حياتي نصين وهدت كل حاجة بنتها: مرض ملوش علاج وحالتك متأخرة. فاكرة كويس أوي وإحنا قاعدين في أوضة الكشف الباردة دي، كنت ماسكة إيد خطيبي وعصرة عليها جامد لحد ما صوابعي وجعتني. كنت مستنياه يطبطب عليا، يمسك إيدي بقوة، يطمني ويقول لي أنا في ضهرك، بس يا ريته عمل كده. بعدها بيومين بالظبط لقيته واقف في الصالة عينيه حمرا وشنطة هدومه جنبه على الباب، قال لي بصوت واطي وبيتهرب من عيني: أنا آسف، أنا مش هقدر أكمل. في الأول عقلي رفض يستوعب، افتكرته بيهزر، بيتكلم عن إننا مش هنقدر نهزم المرض. بس ثواني وفهمت، كان يقصدني أنا، مش هيقدر يكمل معايا أنا. هرب وانسحب قبل الفرح، قبل ما المرض يشتد عليا، قبل ما أبقى حمل تقيل عليه. فجأة لقيت نفسي مجرد بنت أيامها في الدنيا معدودة، عندها فستان فرح يجنن وقاعة مدفوعة بالكامل، بس من غير عريس. يعني الموضوع يبان تافه وسط وجع المرض ومصيبة الموت، بس أنا طول عمري كان حلمي ألبس الفستان ده. فضلت أعيط أيام وليالي لحد ما دموعي نشفت، لحد ما في ليلة طقت في دماغي فكرة مجنونة: الفرح مش هيتلغي، كل اللي ناقصني عشان الليلة دي تكمل عريس، بس عريس بديل. فتحت اللابتوب بتاعي ودورت على مكاتب كاستنج ووكالات ممثلين. كنت عارفة إنها فكرة يائسة ومحرجة ومجنونة في نفس الوقت، بس أنا وقتي قليل ومبقاش عندي حاجة أخسرها أصلا. نقيت أكتر ممثل مبتدئ وتكلفته بسيطة ومتاحة في يوم فرحي، وبعتله إيميل شرحتله فيه الحكاية كلها وإني محتاجاه يمثل دور العريس ليلة واحدة بس. كنت متأكدة إنه هيطنشني أو هيرفض ويفتكرني مجنونة. مين ده اللي هيوافق يمثل إنه عريس لبنت بتموت؟ بس تاني يوم الصبح جالي رد خلى الدم يهرب من عروقي وأطرافي تتلج للحظة: أنا موافق بس بشرط واحد. فضلت مبلمة في الشاشة المنورة قدامي، اترددت شوية، يا ترى عايز ايه، فلوس زيادة ولا طمعان في النقطة وهدايا الفرح؟ كتبتله بسرعة وصوابعي بترتعش كده: وايه شرطك؟ وبعد 10 دقايق بالظبط وصلني الرد اللي غير مجرى حياتي كلها: شرطي هو إن المقابل المادي يكون صفر، مش هاخد منك مليم واحد، بس في المقابل توعديني إن الليلة دي ما تكونش نهاية قصتك، تكون بداية لمعركتك ضد المرض، وإنِّك تبتسمي من قلبِك طول الفرح. أنا مش هاكون مجرد ممثل، أنا هاكون العريس اللي بجد يستاهل يشيل معاكِ الحمل. دموعي نزلت، بس المرة دي ما كانتش دموع قهر، كانت دموع صدمة من إن لسه في الدنيا ناس بالشهامة دي. اتفقت معاه نتقابل في كافيه هادي عشان نتفق على التفاصيل والكدبة اللي هنقولها للناس. كنت متوترة وخايفة ألاقيه شخص غريب أو مش مريح، بس أول ما دخل ملامحه الهادية طمنتني. اسمه يوسف، شاب في أواخر العشرينات، عينيه فيها لمعة حزن غريبة. طمنتني إن هو حاسس بيا. قبل ما اتكلم قال لي: أنا عارف انت بتفكري في ايه دلوقتي. حكايتك هزتني لأن أختي الله يرحمها مرت بنفس تجربتك وماتت قبل ما تحقق حلمها. أنا وافقت عشانها وعشانِك. من اللحظة دي قدّام أهلِك وكل الناس أنا خطيبِك اللي سافر برّه فجأة ورجع عشان يتمم الفرح، وما حدش هيعرف الحقيقة. حكيت لأبويا وأمي القصة المتألفة إن خطيبي القديم ندل وسابني ودي الحقيقة، بس يوسف هو حُب حياتي القديم اللي ظهر في الوقت المناسب ومصمم يكمّل معايا. أبويا لمّا شاف كثرة نِفسي ومرضي وافق وهو بيموت من جواه عليّا، ويوسف عرف يكسب قلبه وبقى يقعد معاه ويدعمه كإنه ابنه فعلًا. وجات الليلة الموعودة، كنت واقفة قدام المراية بالفستان الأبيض والميك اب ارتست دارت في وشي علامات التعب، بس عيني كانت بتلمع بأمل غريب. دخل يوسف بالبدلة السودا، كان طالع زي أمير في الروايات. أول ما شافني عينه دمعت وخدني في حضنه وقال لي: انتي أجمل عروسة شافتها عيني، عيشي اللحظة وانسي أي حاجة تانية. لما القاعة فتحت أبوابها والمزيكا بدأت، لقيت 120 شخص واقفين بيسقفولي ويصوتوا من الفرحة. نسيت المرض تمامًا. يوسف ما كانش بيمثل، كان بيبص لي بحب حقيقي، بيمسك إيدي جامد كده كأنه بيقول لي: أنا هنا، مش هاسيبِك. رقصنا وضحكنا وأبويا بكى وهو بيسلمني ليه، وأمي زغرطت من قلبها. في الليلة دي أنا عِشت عمر كامل في كام ساعة. المفاجأة
إن وسط الزحمة دي لمحت شخص واقف بعيد عند الباب، وشه شاحب كده وعينيه مليانة ندم وقهرة. كان طارق خطيبي القديم، عرف إن الفرح شغال ومتلغاش، وجه بدافع الفضول والشماتة، بس الصدمة شلته لما شافني منورة وسعيدة مع راجل تاني أحسن منه بمليون مرة. طارق حاول يقرب من الكوشة ووجه لي كلام بصوت واطي ومكسور: لحقتي نسيتيني وبتضحكي وانت بتموتي؟ ومنين جبت العريس ده بالسرعة دي؟ لما ينطق بكلمة زيادة، يوسف وقف بطوله وبعزمه كده، حط ايده حوالين كتفي ان هو بيحميني يعني، وبص لطارق بكل ثقة وقوة وقال له بصوت رجولي كده هز المكان: العريس ده هو الراجل اللي عرف قيمتها لما انت سبتها وهربت زي العيال، الراجل اللي مش خايف من بكرة طالما هي معاه. اتفضل اطلع بره القاعة دي فورا، من غير شوشرة ومن غير اي كلام، لان انت ما تستاهلهاش، ما تستاهلش حتى تقف في المكان اللي هي بتتنفس فيه. طارق اتصدم من قوة يوسف ونظراته، ونظرات المعازيم بدأت تتجه ليه باحتقار كده بعد ما عرفوا ندالته معايا. طلع يجري بره القاعة وهو حاسس بصغر حجمه وندمه اللي هيعيش بيه طول عمره. الفرح خلص والناس مشيت ورجعنا لبيتنا، كنت فاكرة إن دور يوسف انتهى لحد هنا، وإننا هنودع بعض وكل واحد فينا يروح لحاله. بس يوسف فاجئني للمرة التانية، قعد معايا ومع بابا وماما وطلع ملف كبير كده من شنطته، قال لي أنا ما نفذتش غير نص شرطي. الفرح خلاص خلص ودلوقتي جه وقت المعركة. الملف ده كان فيه تقارير طبية من مستشفى تخصصي كبيرة برا مصر. يوسف تواصل معاهم وبعت لهم حالتي، ودكتور بروفيسور كبير رد عليه وقال له التشخيص الأولاني كان متسرع، المرض نادر وصعب بس ملوش علاج في حالتك النفسية السيئة، إنما مع بروتوكول علاج جديد ونفسية كويسة نسبة الشفاء بتعدي ل70%. بدأت رحلتي أنا ويوسف، يوسف ما سابنيش ولا لحظة، تحول من عريس بالإيجار لشريك حياة حقيقي بالحب والدعم. المعركة الطبية بدأت، رحلة العلاج الكيماوي والمناعي الصعبة، وكان هو أول واحد يمسك إيدي لما شعري بدأ يقع يقول لي انت لسه أحلى عروسة في الدنيا. المعجزة بعد سنة كاملة من كل اللي أنا كنت فيه ده، وإن أنا صارعت ضد المرض، وبفضل نفسيتي اللي يوسف أحياها من جديد، عملت التحاليل الأخيرة والدكتور بكى من الفرحة وقال لي المرض تراجع تماما، انت خفيتي. العبرة من القصة النهاردة وبعد سنتين من الليلة دي، أنا واقفة في نفس القاعة، بس المرة دي مش بفستان مأجراه ولا عريس بكاستنج، أنا واقفة باكتب كتابي الحقيقي على يوسف، الراجل اللي ربنا بعتهولي رحمة وإنقاذ من فوق 7 سماوات. النهاية المفيدة اللي حابة أقولها لكل واحد بيسمع القصة بتاعتي: ما تيأسش من روح الله، فالمستحيل للعباد هو أمر هين عند رب العباد، والأبواب المقفولة مش دايما بتكون نهاية القصة، ساعات بتكون مجرد تغيير مسار عشان ربنا يبعد عنك الخبيث ويرزقك بالطيب اللي داوي أي كسر في قلبك. خلي ثقتك في ربنا ملهاش حدود، لأن المعجزات بتتحقق باللي بيتمسكوا بالأمل لآخر نفس. لو عجبتكم القصة متنسوش تحطوا لايك للفيديو واكتبولي في التعليقات واستنوني القصة الجاية.